اهلا بيكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. النهارده هتكلم معاكم على اللاين اللي انا بعشقه، الجيفنجي. وانا جمعت بقى العيله بتاعه الجيفنجي كلها. لقيت في اللاين ده الحاجه اللي انا عايزاها، ثبات وفوحان ورقه وحاجات كده كتير. النهارده الريفيو هيكون على او هتكون مقارنه بين اصدارين من الجيفنجي. هتكلم على البلاي فور هير الجيفنجي، وهتكلم على البلاي انتنس جيفنجي. منتهى الرقة والنعومة اللي ممكن تتخيلوها. طبعا انتوا عارفين ان الراجل ده تفنن بطريقة في ان هو يخلي العيلة بتاعته، عيلة البرفيومز الجيفنجي، هو عمل فيها كل حاجة. عمل فيها الرقة، يعني البرفانات اللي هي الحاجات الرقيقة الكيوت، الحاجات اللي ليها سحر زي الهوت كوتيور مثلا. طبعا انا شبهته ب نجلاء فتحي في ألف ليلة وليلة. هو يعني الراجل أبدع صراحة. فمن ضمن الحاجات اللي هو أبدع فيها، وبرضو عايزة أقول لكم إن مش هلاقي ريفيوهات كتير على البلاي للأسف، لأن هو من الحاجات اللي ما تعملوش شو إعلامي خالص. يعني أنا عاملة الريفيو النهاردة عشان خاطر مرام صاحبتي، هي بتقول أنا ما لقيتلوش أصلا ريفيوهات، هي عايزة تجربه. وقلت بقى لما اخد الخطوة دي عشان أقدر أوصل لها شوية نوتة الجيفنجي. طيب مبدئيا كمان انا بيبسطني جدا 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 يا جماعه ما حد يخش لي على الخاص ويسالني عايزين برفان حتى بط. فدي من الحاجات اللي بتبسطني، بحس ان انا قدرت اوصل لكم يعني مثلا كل واحده طالبه مثلا عايزه في اللاين بتاعها او في الكوليكشن بتاعها اللي هي بتجمع فيه، عايزه برفانات ثباتها كويس، عايزه حاجات رقيقه، عايزه فانا بشبه لكم. شبهت لكم الهوت كوتيور بنجلاء فتحي في ألف ليلة وليلة وسحرها وجاذبيتها المفرطة. شبهت لكم برفان حتى يا بطة بغادة عبد الرازق في قوتها وثباتها وفوحانها، اللي هو الدايموند من الجيفنجي اللي هي الازازة الطويلة دي. البلاي بقى اللي هو موضوعنا النهارده زي ما قلت لكم ما تعملوش اي شو اعلامي ولا حد جرمي ولا جه قال واو ولا من الحاجات اللي مهدور حقها ومش موجودة على الساحة زي ما هي يعني مفروض تكون، لان هو عطر يستحق الاقتناء. هو هادي قوي 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 وناعم قوي 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 بطريقة انتوا لكم ان تتخيلوا. بصوا شكلها عامل ازاي، كأنكم بتتكلموا في التليفون، يعني حاجة كده. بصوا نشمها مع بعض. بصوا يا جماعة، البرفان ده لو احنا من محبي العود والحاجات التقيلة اللي هي زي مضاوي مثلا، لسه ان شاء الله اعمل لكم عليها ريفيو، الحاجات التقيلة اللي هي بتخترق الجيوب الانفية دي، فمن رابع المستحيلات ان احنا نحب البلاي خالص. يعني دي من الحاجات المستحيلة. البلاي من الحاجات الهادية قوي قوي قوي، هدوء مفرط ورقيق جدا وكيوت جدا. وحاجة لو انا بقى هشبهه بالفنانة، يعني نجمة من الزمن الجميل أطلق عليها لقب السهوكة، الفنانة ماجدة مندوح، والحاجات منتهى الرقة والنعومة اللي في الدنيا. فأنا لو هشبه البلاي جيفنجي هشبهه بالفنانة ماجدة. ناعم قوي 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 وهادي قوي قوي لدرجة ايه ان انتوا ايه ده، استنوا اجمع كده. البرفان هادي قوي قوي قوي، من البرفانات اللي ممكن تعمل ريلاكسيشن كده من كتر هدوءها ونعوميتها، ناعمه قوي قوي قوي. طيب
بلاي انتنس. تمام، برضو هو نفس البلاي فور هير، الاتنين واحد يعني. انا لو جبت ده مش لازم اجيب ده. نيجي بقى للبلاي انتنس. البلاي انتنس دي معناها في النوتة العطرية ان مكون في النوتة ألقي عليه الضوء بطريقة زيادة شوية، بس هي نفس النوتة العطرية. يعني البلاي انتنس هو البلاي فور هير، ولكن بحسه أقوى شوية، لكن أنا حاسة التاني على فلوري أكتر. طيب نشمه كده. زي ما قلت لكم ان انتوا محتاجين تستوعبوا رقته، يعني محتاجين تركزوا كده شويه عشان تشموا كده وتبدا تخش لمناخيركم بروقان كده وبهدوء، حاجه ناعمه قوي قوي قوي. طيب ندخل على النوتة العطريه وبعدين نرجع نكمل كلامنا. وندخل يا جماعة على النوتة العطرية للبلاي. انا زي ما قلت لكم هنا النوتة تكاد تكون قريبة جدا، ولكن البلاي انتنس بشكل اقوى شوية في النوتس. انا عندي البلاي جيفنجي، عندي هو برفان خشبي في عنبر، زهري، سويتي، فروتي، باتشولي. النوتة زي ما قلت لكم هي يعني قليلة جدا، يعني كل المكونات العطرية اللي انا قلت لكم عليها دي يا جماعة قليلة قوي قوي قوي. الخط العطري اورينتال. طبعا انا قلت لكم اصدارات الجيفنجي، يعني البلاي كان اصداره في 2010. زي ما قلت لكم عطر فاكهي، خشبي، زهري، منعش. العطر جميل جدا جدا جدا. البرغموت بيديله نفحات كده من الهدوء والنعومة. طبعا زي ما قلت لكم هو من الحاجات الكيوت قوي قوي قوي، الناعمة قوي 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 يا جماعة. فلمحبي الهدوء طبعا ده برشحه لكم. معايا برضو البلاي فور هير جيفنجي اللي هو البينك دوت، برضو هو فروتي، ولكن فروتي مش هقول بقى بشكل قوي ان هو اوريدي كل النوتس اللي فيه هي هاديه قوي وناعمه قوي قوي قوي. زهري برضو، خشبي وفروتي ومسكي. العنبر فيه اخف شويه، الزهور البيضة مدياله لمسه من الهدوء اكتر. وكمان مسك نوتة المسك اللي فيه هادية، مش اوفر قوي يا بنات. فدي زي ما قلت لكم النوتة بتاعة البلاي فور هير جيفنجي. وبما انكم يا جماعة بيعلق معاكم قوي تشبيهاتي بفنانات الزمن الجميل، فانا هنا هشبه البلاي من جيفنجي بالجميلة او جميلة الزمن الجميل، الفنانة ماجدة طبعا. والجملة او الكلمة الشهيرة بتاعتها مندوه، يعني هي زي ما لقبت كده ملكة السهوكة. ف برفان بلاي من جيفنجي بيعبر عن الرقة المتناهية، حاجة كيوت كده، حاجة دلع وسهوكة ومندوه والكلام الجميل ده. هنا بقى مش مندوه، هنا رشدي وجده. بس يا جدو وركبت الطيارة والطيارة عملت ده مش موضوعنا يا جماعة، موضوعنا الرقة اللي بيحتوي عليها البلاي من الجيفنجي. طيب يا جماعة نرجع ونكمل كلامنا في بعد النوتة. طبعا احنا شفنا البلاي النوتة العطرية بتاعته غنية ازاي، بس خدوا بالكم كل نوتة فيه الفلفل الوردي، الباتشولي، الأخشاب اللي هي مثلا في الأنتنس، كل حاجة متوازنة لدرجة ان هي تكاد تكون قليلة قوي، يعني عشان تطلع لي في الاخر
نوتة الهادية جدا اللي هي ليها سحرها يعني. فطبعا بعد النوتة دي، وعايزة اقول لكم في بنات كده بنشوفها نحسها بنات كيوت، مش اي حاجة برضو بتعجبها، مش اي حاجة من الحاجات التقيلة اللي هي مثلا في مننا كتير بيبقوا عايزين حاجة يبقوا حاطينها كده فواحة ماشية، انتشار مش طبيعي، زي الحاجات بقى اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، الاماراتي والحاجات اللي هي الفجة دي قوي والاعواد والكلام ده. في برضو بنات تانية اللي انا بقى بوجه لها كلامي النهاردة على البلاي، سواء فورير او الانتنس. بوجه لها كلامي ان هو ده بقى اللي انتوا عايزينه، ودي الحاجات الهادية قوي قوي قوي، الحاجات اللي انتوا هتلاقوا شخصيتكم فيها. يعني مش هتبقوا اللي هي البرفانات وانتوا حاطينها، البرفانات الخليجي مثلا تبقي ماشية كده خط عطري ماشي متحرك، فواحة ماشية متحركة، لا مش هنلاقي ده خالص. فالبنات الرقيقة خالص الكيوت دي انا برشح لهم طبعا البلاي وبشدة. كمان ممكن العرايس اللي هم بيبقوا عايزين حاجة ضمن الكوليكشن بتاعهم، برضو حاجات للبيت رقيقة قوي 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 هادية، لان برضو زي ما قلت لكم لكل مقام مقال. مش هاجي احط في البيت حاجة فجة قوي قوي قوي، يعني مثلا محطش مضاوي في البيت. مضاوي دي في البيت حاجة يعني انا من الناس اللي المضاوي دي لما بتتحط بحس انها بتخترق جيوب الانفية، بحس انها بتعمل لي صداع. في الوقت اللي فيه ناس تانية كتيرة بتحب المضاوي، وطبعا حاجات تانية يعني انواع تانية منها كتير. فمحبي الحاجات الهادية الرقيقة قوي 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 دي، الحاجات اللي هي بحتاج لثواني كده عبال ما استوعب نوتتها ايه، رقتها نعومتها. فطبعا البلاي دي من الحاجات اللي طبعا يعني اكيد هتحقق رغبتنا في الحتة دي جدا. خصوصا بقى يعني انا حبيت الانتنس برضو يا جماعة. تمام، الانتنس من اول وهلة كده بتحسوا بالنوتة بتاعتها اكتر غير البلاي. البلاي بقول له غير الفور هير دي بقى محتاجة ان انتوا يعني ايه ترشوها كده شوية ودقيقة كده تستوعبوها من هدوءها، يعني هدي قوي قوي قوي. فانا لو جيت عملت مقارنة بين دي وبين دي، لا انا هفضل الانتنس لانها تقيلة شوية. دي هادية قوي 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 يعني قوي، يعني والله انا شايفة ان انا لو في بنوتة كده بيبي صغيرة من الحاجات اللي انا ممكن احطها لها. فبحب الوضوح، هادية جدا جدا جدا، ناعمة قوي قوي قوي. البلاي انتنس زي ما انا ما قلت لكم لا حلوة، ممكن احس ان انا لا عجباني من النوتات اللي هي هادية وناعمة ودخلت دماغي. طبعا كده اللاين ده الجيفنجي الراجل ده تفنن بقى في ان هو يحقق كل المتطلبات. عمل لنا الحاجات اللي فيها سحر، عمل لنا الحاجات اللي فيها قوة مفرطة، عمل لنا الحاجات اللي فيها هدوء، يعني في توازن بين الفلوري والهدوء في البلاي انتنس او البلاي فور هير. تفنن في ان هو يحقق المعادلة الصعبة في اللاين بتاعه كله. حقيقي انا من الناس اللي لو خيروني ان انا بعد ما وصلت لمرحلة الادمان دي ان انا اختار لاين واحد بس طول عمري احط منه بكل ثقة. وطبعا اصحابي والمقربين عارفين ان انا اكيد 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 يعني هختار الجيفنجي وبكل قوة بدون تردد خالص. لا انا بأعلن
ان الجيفنجي من الحاجات الوهمية، وهمية. اللاين ده كل اديشن فيه اتعمل بطريقة حد بروفيشنال، حد فاهم وبروفيسير في النوتة العطرية، قدر يحقق في كل اديشن حاجة معينة تفي بغرض كل. يعني مثلا انا عايزة حاجة هادية، لقيت البلاي. عايزة حاجة فيها سحر، لقيت الهوت كوتشور. عايزة حاجة فيها قوة وثقة، لقيتها في الدايموند. فبكل ثقة الجيفنجي بيحقق المعادلة الصعبة دي. طبعا اي عروسة بتجهز بنصحها وبشدة بالجيفنجي. اختاري بقى وانزلي اي ستور وشمي اصدارات كتيرة منها لحد ما توصلي للي انت عايزاه. ولكن زي ما قلت لكم بقى، لو انتم محبين النوتة الهادية فخليكوا في البلاي. احساس النعومة كده، احساس ماجدة وهي بتقول مندوه والاستهواكة المفرطة دي. يا جماعة البلاي بيحقق النقطة دي وهو المطلوب اثباته. جيفنجي كل حاجة. عارفين انتوا لما بتفتحوا علبة حلويات مشكلة بتلاقوا بقى فيها البيتي فور والسابلي والكحك والغريبة، هي بقى دي برضو البلاي دي يا ناعمة يا غريبة وبشدة. اهو انتوا لما تفتحوا لاين جيفنجي هتلاقوا كل حاجة فيه متاحة. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم النهاردة المقارنة الحلوة دي بين البلاي. اتمنى ان انتوا تجربوها. ان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد، ريفيو جديد في عالم ياسمين. باي باي.